النادي الاهلي بيفوز على الاسماعيلي بثلاثيه مقابل هدف وحيد في مرمى النادي الاهلي في تاني انتصار للنادي الاهلي في الدوري. النادي الاهلي لعب مباراتين في الدوري بينتصر فيهم ومؤجل لمباراه. النادي الاهلي النهارده مستمر بالثلاثيات وبالنتائج الكبيره اللي بيقدمها كولر في الدوري. كعاده بيرسي تاو بالتخصص النهارده بيسجل قدام الاسماعيلي. خلينا نقول ان النادي الاهلي النهارده ما كانش في افضل حالاته، النادي الاهلي النهارده ما كانش في احسن حالاته، كان في افضل كتير جدا 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 ممكن يقدمه النادي الاهلي. النادي الاسماعيلي لعبته عملوا مباراه عاليه، عملوا مباراه فيها كل حاجه تقريبا، ناقصها بس الاهداف. يعني لو جيت بصيت النادي الاهلي مثلا مسدد 4 تسديدات على مرمى الاسماعيلي لحد الدقيقه 75 تقريبا، كان النادي الاهلي مسجل منهم 3 اهداف، الاسماعيلي كان مسدد 5 مش مسجل ولا هدف، يعني 4 منهم 3 للاهلي 5 للاسماعيلي. طبعا احنا بنتكلم على اللي بين الثلاث خشبات منهم ولا هدف للاسماعيلي. فالنادي الاهلي النهارده كانت الكوره حباه هجوميا وحباه دفاعيا، بمعنى لما بيروح بكوره في الهجوم بيعرف ان هو يسجلها بمنتهى السهوله، يعني ممكن تخبط في العارضه تمام اوكي بس هترجع للاعب بتاعك يسجلها، زي ما حصل في الهدف الاول باسست وكعب جميل جدا 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 من امام عاشور اللي بنقول له الف حمد لله على السلامه. وان شاء الله بسيطه هنقول لكم دلوقتي التشخيص بتاع امام عاشور اللي هو كدمه قويه في قصبه الرجل، ان شاء الله تكون بسيطه ومده غيابها يوم ما هتكون يعني اللي هو كتيره قوي 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 هتكون شهر. وانا من وجهه نظري ردة فعل امام عاشور على الاصابه الرد القوي ده وان هو يعيط والكلام ده كله بسبب ان هو للاسف مش هيكون موجود مع المنتخب في المعسكر ده. اعتقد ان ده سبب عياط امام عاشور، ان هو اكيد كل لاعب بيتمنى ان هو يظهر مع منتخب مصر، فبالتالي اصابته حاليا هتمنعه من الظهور مع منتخب مصر، ولكن هي ان شاء الله بسيطه ويوم ما تكون كبيره قوي هتكون لمده شهر. خلينا نرجع لتاني لكلامنا. الهدف الاول للنادي الاهلي بتخبط في العارضه من حسين الشحات بعد اسيست عالمي من كعب من امام عاشور، اوكي مفيش مشكله، حظك جميل، هترجع لبيرسي تاو وهيسجلها. الجول الثاني بقى اسيست عالمي من كوكا اللي بيلعب السهل الممتنع، اللي ما تحسش ان هو موجود، كورته سهله، كورته سلسه، بيلعب الكوره الصح في المكان الصح بمنتهى السهوله، بيعمل اسيست عالمي لحسين الشحات. حسين الشحات بيترجمه بفينش رائع جدا 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 بمنتهى البساطه في المرمى عشان يكون اسيست عالمي من كوكا. والهدف الثالث من اسيست طاهر لبيرسي تاو في المرمى. طاهر بقى اللي هنا علامه استفهام، انت لما امام عاشور اتصاب نزلت طاهر ازاي؟ فتحت نص الملعب تماما للاسماعيلي، بداوا يهاجموك، بداوا يضيعوا كور. الاسماعيلي لو كانوا بس نجحوا ان هم يسجلوا هدف والمباراه 1-0 ولا 2 حتى للاهلي تبقى 2-1 من بدري كانت المباراه هتتغير تماما، ولكن من حسن حظك ان الاسماعيلي بيضيع وانت بتسجل. انت سبت نص الملعب تماما بتبديل الطاهر، طاهر اللي هو اصلا لما انت بتنزله في مكانه مش بيقدم لك جديد، قراراته كلها غلط، تقوم منزله في نص الملعب في مكان مش في مكانه. معاك مروان عطيه، علامه استفهام كبيره على ان مروان عطيه ما نزلش. ولكن خلينا نقول الاهلي في اسوأ حالاته بيفوز وباسكور، وكمان بنشوف زعلوك مهاجم النادي الاهلي الشاب الواعد في مباراه النهارده، بنشوف قفشه، بنشوف تبديلات كتيره، وكولر يعني حاول يستفيد من المباراه قدر الامكان ويقول لنا ان ما تخافوش حتى لو انا وحش انا هقدر اكسب. النقطه السلبيه الوحيده في مباراه النهارده ان النادي الاهلي فقد خط الوسط، اصابه امام عاشور. اما الايجابيه ان النادي الاهلي كسب ازاي؟ لان هو النادي الاهلي. حلقتنا لحد هنا بتكون خلصت، كنت معاكم احمد حبيبه، سلام.